السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين مزيانين بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد الحلوى اللي هي جد سهلة وجد اقتصادية. عوض البيستاج باش تبقى اقتصادية فعلا ممكن تستعملوا الكاوكاو ولا اللوز ولا أي حاجة بغيتوها فقط للتزيين. هاد المعسلة هذه غتكون أسهل حلوى عدلتوها في حياتكم كاملة، اللي كتحضر في دقيقة. بقاو معايا باش تكتشفوا المقادير وطريقة التحضير. المكون الأساسي اللي غادي نحتاجو في هذه الوصفة هذه هو مكون واحد فقط، أما الثاني فكيبقى اختياري أنكم تضيفوا أي حاجة للتزيين بغيتوها. عندي هنايا كيف ما كتشاهدوا الورقة د الفيلو، طبعا ممكن تستعملوا أي نوعية بغيتوها. وغادي نحتاجو جوج، أنا هذه كانت عندي مفتوحة كنت غادي نستعملها عاود ما استعملتهاش وعاود شديتها مزيان. غنفتح الورقة ديالي على هاد الشكل هذا وغنخليها مطوية على جوج. نفس الشيء غادي نعمل مع الورقة أخرى، هذيك اللي فتحت دليدل، هذيك الولية دليدل، وهادي اللي في يدي دابا هادي ميركادونا. كيف ما كتشاهدوا أن وحدة كبيرة على أخرى، بالحق ماشي مشكل. صافي غنخليوهم يعني كما شاهدتوا أنهم مطويين على بعضهم، ما غنفتح الورقة ما حتى شي حاجة. صافي وغادي نبدا نلف على هاد الشكل هذا كيف ما كتشاهدوا. صافي غادي نلف على بعضيتها. بالنسبة للسمك فكيبقى السمك على حسب الاختيار ديالكم، واش بغيتو الحلوى تكون صغيرة ولا تكون كبيرة. صافي أنا هنايا ها هو القياس ديالها، يعني جات هي هذيك، ما كبيرة بزاف ما صغيرة. غتجيكم غريبة هاد الحلوى، ولكن كيف ما كتشاهدوا ساهلة بالنسبة اللي ما عندوش الوقت. غنقطعوها على هاد الشكل هذا كيف ما كتشاهدوا. من الأحسن يكون يعني الموس يكون ماضي شوية باش تقطع معكم بكل سهولة. إذا تخسرت معكم فماشي مشكل، غادي نحاولوا يعني نردوها على الشكل ديالها كيفاش كانت وبلا ما نزيروها. يعني خاصها تكون دبقة، يعني يعني ما تكونش مزيرة بزاف. صافي ها هما الشكل ديالهم كيجي هيدا دائري. دابا في هذا المول غادي نعملهم في هذا المول هذا د الكاب كيك، غادي ندهنوا بالزبده كيف ما كتشاهدوا، او ممكن تعملوا ورق الزبده تقطعوه مربعات بحال اللي عملت في الفيديو السابق وحشوهم في الوسط. صافي وغادي نعمل الحلوى ديالي مباشره فوق ديك الزبده كيف ما شاهدتوا. عندي هنايا غير الزبده بوحديتها. صافي غادي نزلوا الفيلو ديالنا، وكيف ما قلت لكم يعني خصو يبقى ديك الاوراق يبقاو محلولين شويه باش يدخل لهم الطياب ويجيو مقرمشين. صافي غنستمر هيدا حتى نكمل هذيك العجينه ديال الفيلو ديالي كامله. بالنسبه للفرن فانا غادي نحشيها في الفرن المسخن من قبل على 180 درجه 170 درجه الحراره، من الاسفل فقط، لان اذا شعلتو من الاسفل والاعلى غتبقى لكم من تحت خضراء ومن فوق غتجي محمره. فلهذا نشعلو غير من الاسفل وهي غتحمر معنا من الاسفل والاعلى دفعه واحده. حتى اذا بقات ناقصه شويه طياب من فوق او لا تحمر ممكن تشعلوا ها من الاعلى باش تكمل الطياب ديالها. انا هنايا كنجرب جميع الانواع د المواس. هذا اللي بالسنان والو، انتم كتشاهدوا يعني كيفاش قطعتها لي. فمن الأحسن يكون شي موس يكون ماضي، ما يكونش فيه الأسنان. صافي غادي نرد عاود على الشكل ديالها وننزلها في ديك المول. هنايا من بعد ما ساليتهم فاحنا غادي نعاودو نعملو لهم الزبدة على هاد الشكل هذا من فوق. خاصها ضروري تدخل لها الزبدة، يعني ما نخليوش شي شوية هيدا بلا زبدة. خاصنا يعني نعملو الزبدة في ديك الحلوى كاملة، هي اللي غادي تعطي لنا ديك القرمشة وديك اللون د التحمير مزيون كيجي فيها. صافي ها هي دابا من بعد ما جبدتها من الفرن مباشره ملي جبدتها باقا سخونه، هانتوما كتشاهدوا انا كنعسلها بالعسل اللي هي بارده باش كتدخلنا العسل في وسطها وباش كتبقى العسل يعني قبطه في الحلوى ما كيهربش منا العسل. غادي نخليوها تبقى تشربنا ديك العسل على الراحه ديالها. وغادي نحاولوا يعني قبل ما تشرب ديك العسل نحاولوا نزينوها بالفواكه الجافه اللي في المتناول ديالكم. يعني كيف ما شاهدتوا في الاول الفيديو انا زينتها بالبيستاش، ممكن تزينوها باللوز بالكركاع بالكاوكاو بالكوكو،
أي حاجة كانت متوفرة عندكم أو أي حاجة عجبتكم ممكن تزينوها بها. في هاد الفيديوهات السابقة شاركت معكم بزاف ديال الحلويات معسلة، وكل فيديو يعني كيكون ساهل على آخر باش نسهل يعني على الناس اللي هما خدامين واللي ما عندهمش الوقت. بالنسبة لهاد الحلوى فأنا عملتها في هاد الطريبشات هادو ولا هاد الورق هذا لتزيين الحلوى. بالنسبة هنايا أنا جاني عالي بزاف، فكيف ما كتشاهدوا أنا كنقص منه على هاد الشكل هذا بالمقص، يعني كتخليوه واه على الحسب العلو اللي بغيتو اللي كيناسبكم. هاد العام هذا حاولت أنني نشارك معكم وصفات اللي هما صحيين. بالنسبة للعسل فأنا استعملت العسل طبيعي، يعني ما استعملتش العسل ضد السكر، العسل اللي هو حر. وفي الفيديوهات آخرين فحاولت نستعمل معاكم دائما الحلويات بدون سكر اللي جاو مزيونين بزاف، ما كاينش الفرق نهائيا د يعني الحلويات اللي بالسكر واللي بلا سكر، لان كنستعملوا العسل فكتجي الحلاوه هي هذيك. وهنايا كنكونوا اننا نقصنا بزاف د السكريات، وفي نفس الوقت كنكونوا حافظنا على الصحه ديالنا. ها هي هنايا دابا كيف ما كتشاهدوا انني كنزين بواحد الحبه صحيحه د البيستاش في الوسط، في الجوانب عملت البيستاج مدردش. وانتم نفس الشيء غاد عملوا اذا استعملتوا الكاوكاو او اللوز، غاد عملوا واحد الحبه صحيحه في الوسط، وفي الجوانب غاد دردروا هيدا المكسرات. يعني كيف ما شاهدتوا انني يعني هرمشتهم صحاحين، يعني خاشنين خليتهم ما طحنتهمش مزيان. بالنسبة لفيديوهات آخرين فأنا غادي نخليهم لكم إن شاء الله في صندوق الوصف بالحلويات اللي هضرت لكم عليهم بدون سكر. وهذا هو الشكل النهائي د الحليوة ديالنا كيف ما كتشاهدوا. يعني كنظن أسهل حلوى اللي كنظن شفتوها د المعسلات، لأنها كيف ما شاهدتوا أنها ساهلة بزاف وحتى واحد ما يعجز عليها، وكتجي معسلة وكتجي مقرمشة. بالنسبة للعسل طبعا كيبقى على حسب الاختيار ديالكم، يعني شحال الكمية د العسل وضعتو فيها. نتمنى تكونوا شاهدتوا هاد الحلوى هذه الفيديو السابق اللي حتى هي ساهله بزاف وكتجي كتحمق مقرمشه والمذاق فيها غزال وحتى هي بدون سكر. ولكن كيف ما قلت لكم يعني بالنسبه للمذاق ف يعني ما كيختلفش على الحلويات العاديه اللي بالسكر. في الفيديو المقبل ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد الوصفات د المربى حتى هما بدون سكر اللي كيجيو مزيونين بزاف، اللي هي مربى د التين د البرقوق ود المشماش اللي جاو مزيونين بزاف وصحيا. نتمنى الفيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم ونال الاستحسان ديالكم. ما تنساونيش باللايكات ديالكم والكومنتات ديالكم اللي كيشجعوني اكثر، وما تنساوش تبارطاجيو مع العائله ديالكم والاصدقاء ديالكم لتعم الفائده وباش تزيد تكبر القناه ديالنا ان شاء الله. بالنسبه لاول مره كيشاهد الفيديو، اذا كان عجبكم المحتوى فما تنساوش تشاركوا في القناه بالضغط على ابوني او سبسكريبير او اشتراك، وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي كنعملو. ودابا غنخليكم حتى الفيديو المقبل ان شاء الله.